صلّي على النبي يا قمراية أنتِ وهي في الكومنتات، وتعالي وأنا أقول لِك على وصفة تجنن للزبادو بطريقة جميلة وسهلة ومش مكلفة خالص، وكمان عملنا من الفراولة مربى فراولة، حاجة بسم الله ما شاء الله قمر، حاجة في منتهى الجمال، وهاقول لِك على تكات حلوة جدًا في الزبادو، بُصّي أكنِّك شارياه من برّه وأحلى من اللي بتاع برّه كمان. ليه بقى أحلى؟ لإن ده بدون مواد حافظة، إحنا عاملينه حاجة بنضافة في البيت وحاجة ضامنينها 100%. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ازاي المكونات. انا جبت هنا 2 كيلو فراوله زي ما انتم شايفين كده جميله ازاي وما شاء الله مصحصحه وحلوه وتكون طازه. كل ما تنزلي هاتشيلك حبه، مش لازم تجيبي كميه كبيره وتعمليها مره واحده. نهون على نفسنا يا جماعه، ايه الاسعار والتعب اللي احنا بنتعبه ساعه ما بنيجي نعمل الحاجه. طبعا الفراوله بتاعتي انا هنضفها من العناقيد بتاعتها ديت. وهتعملي ايه يا زوزو؟ انا جبت 2 كيلو بس يا قلب زوزو، قلت هعمل منها زبدو وهنعمل مربى فراولة وزي ما تطلع. عايزة تكتري شوية وتشيلي حبة كمان لرمضان، بس أنا أعتقد كده إن هي على رمضان بإذنك يا رب إن شاء الله، وكل سنة وأنتوا طيبين، ينعاد عليا وعليكم بألف خير، هتبقى متواجدة مش هتبقى شحة. أو لو عايزين مثلا تخزنوا حبة عشان ما تغلاش، إحنا عارفين إن الأسعار في الطالع كل يوم يا جماعة، مفيش مشاكل. زودي شوية وشيلي الرمضان واعملي زبدو واعملي مربى ونعنشي عيالك بقى في اليوم دوت. كل سنة وأنتم طيبين. هنا غسلتها ونضفتها كويس جدًا، الفراولة يا جماعة لازم تتنقع وتتغسل كويس جدًا عشان بيبقى فيها رملة. هنا بقى هاشيل كام حباية فراولة. ليه يا زوزو؟ هاقول لِك يا قلب زوزو، بس إيه طوّلي بالِك عليَّ. أهو يالّا بس ادّيني اللايك بتاعي يا قمراية أنتِ وهي، وأنا أقول لِك على طريقة الزبادو تعمليها لولادِك أو لو عندِك أطفال تحفة. الأول أنا هنا رُحت حاطة الفراولة بتاعتي، ما تحطيش عليها نقطة مَيّة، هي هتكُب مَيّتها كلها. وكل ما تغلي شيل الريم اللي على الوش ده يا جماعة عشان يديكي صلاحية أكتر وقت. أهو الريم دوت كده، هاتي طبق وشيلي الريم وحطيه في الطبق. كل ما تعمل ريم شيليه وحطيه في قلب طبق جنبك كده أهو. طيب بعد كده هاحط كيلو الفراولة عليه نص كيلو سكر، كيلو الفراولة عليه نص كيلو سكر، هتعملي 2 كيلو فراولة مربى عليهم كيلو سكر. خلاص. انا هنا يا جماعة عشان ده بمعدل كيلو كيلو ونص، لان انا خدت نص كيلو كده قلت اعمل له زبادو. الاول هحط هنا نص معلقة ملح ليمون عليها، ما عندكيش ملح ليمون اعصري ليمونة، بس الملح ليمون بيديها مزازة حلوة جدا. وبعد كده حطيت كيلو الا ربع سكر لاني انا كنت عامله بمعدل كيلو ونص مربى يا جماعه. طيب حبه الفراوله اللي انت شلتيهم يا زوزو هتعملي بيهم ايه؟ جبت الخلاط بتاعي، هحط بقى ايه الفراوله اللي انا شلتها كده اهو في قلب الخلاط أهو. هنعمل الزبادو. اوعي تعملي الزبادو بلبن، لأ تعالي وأنا أقول لِك هتعمليه بإيه. هاعمله بعلبة زبادي أهو، أي زبادي بقى أيًا كان، وكمان لبن رايب يا جماعة، اوعي تحطي لبن اللي هو العادي، لأ حطي لبن رايب، بيديكِ طعم الزبادو بتاع برّه بالضبط، ويمكن أحلى كمان وأفضل. بنتي وولادي والله داقوه قالوا لي يا ماما أحلى من بتاع برّه كمان، لإن هو كده ما فيهوش مواد حافظة خالص. خلاص. بعد كده اهوت يا جماعه هعمل ايه تاني؟ هروح ضاربه بقى كل دوت في قلب الكبه، واحط معلقتين 3 سكر، ما تكتريش السكر علشان ما يبقاش مسكر، او لان الزبادو اصلا بيبقى مش مسكر. بعد كده ضربته، بصوا بقى نزلت بيه في قلب الكوبايات، بصوا الجمال واللون تحفه وتقيل ورائع رائع زي اللي بتشتري علبه الزبادو من بره كده. شوفوا العلبه بقت بكام، مش عارفه ب 15 ولا بكام. لا احنا من نص كيلو فراوله نعمل ونشبع ونشرب ونتهنى كلنا. يلا يا قمرايه انت وهي لايك وشير. وهنا بقى المربى بتاعتي خلاص اتعملت، انا هضربها بالهاند بلندر ضربه خفيفه عشان انا عايزه فيها قطع يا جماعه. انا بحب الفاكهه تكون باينه في المربات عامه، فانا هديها ضربه خفيفه كده علشان قطع الفراوله تبقى باينه. بصوا عايزه تعرفي الفراوله بتاعتك استوت ولا لسه في المربى، اهو تعملي خط كده اهو، لما لمش الخط على بعضه تعرفي ان انت وصلتي لنتيجه حلوه جدا. طيب انا بقى هنا خلاص ضربت بالهاند بلندر بتاعي خبطه كده، خبطه بسيطه. بصوا انا بعمل على خفيف ازاي يا جماعه، علشان انا عايزاها قطع، عايزاها قطع مش عايزاها مهروسه خالص اهو. بعد كده هوت بقى بعد ما هضربها هوريكم القطع اللي انا سايباها فيها اهو. بسم الله ما شاء الله كانت تحفه يا جماعه. وجبت بطرمانات تعقميها كويس جدا وتنشفيها، وتروحي معبيه فيها مربة الفراوله بقى تنفعك.
مربى بالقشطة يا جماعة بتوديكي في مكان تاني، بتبقى خطيرة حاجة أقسم بالله بتبقى تحفة. لولادك هم رايحين المدارس الصبح اعملي لهم سندوتشات تغذيهم وحاجة تديهم طاقة. لما يجي رمضان يا جماعة ونيجي نعمل البيتيفور تلزقي بيها البيتيفور، يعني بتنفع في حاجات كتير جدا، تتعشوا بيها بالليل مربى وقشطة، مربى وكوباية شاي بلبن كده سندوتش، تبقى جميلة وخطيرة جدا. وكمان الزبادو اللي احنا عملناه حاجة نضيفة بدون مواد حافظة، عملناها في قلب بيتنا ولولادنا وحاجة مضمونة 100%. جربيه باللبن الرايب والزبادي هيطلع معاكي أحلى زبادو أقسم بالله بدون مواد حافظة. أهو أنا هنا بملى الثلاث بطرمانات، بسم الله ما شاء الله طلع عندي 3 بطرمانات في منتهى الجمال. أهو طعمها خطير يا جماعة، طعمها حلو جدا. أنا مش من هواية الحاجات الحلوة أوي بس عجبتني، طعمها حلو جدا. وهنا بقى كانت احلى مربى فراولة عملناها، واحلى زبادو بالفراولة يا جماعة. بصوا انا عايزة بس ايه، هوريكم قطع الفراولة كده وهي فيها. بصوا القطع، بصوا يا جماعة اهو، اهو انا عايزة كده القطعة دي تبقى فيها كده اهو. عشان كده قلت لكم ما تضربوش بالهاند بلندر جامد، آه عشان انا بحب فيها قطع فراوله او قطع فواكه من اي بقى مربى انت عاملاها، برتقان جزر مش لازم تكون الايه القطع باينه فيها كده اهو. ايه رايكم بقى؟ ما استاهلش منكم لايك وشير؟ يلا قمرايه انت وهي لايك وشير، ولو جديده معانا في القناه فعلي زر الجرس علشان يجيلك من زوزو كل جديد يا قلب زوزو. وما تبخليش عليا باللايك، اللايك مش بيعمل لك حاجه بل بيرفع من نسبه المشاهدات. وينعاد عليا وعليكم بالف خير يا رب. جربي وادعي لي دعوه حلوه من قلبك، هو ده اللي انا عايزاه. بجد الزبادو طلعت تحفه والمربى طلعت تحفه، والف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.